أعزائي المشاهدين، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أهل الكرم في مضيفة الشيخ كاظم آل موسى أبو جواد، شيخ أحد عشائر أمارة بني حسن، قبيلة الثراونة، عشيرة العربي. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. شيخنا السلام عليكم، حياك الله، نشكرك على استقبالك. أتشرف باللقاء وأتشرف بالقناة الموقرة، قناة العراقية. الله يحفظك ويعزك ويديمك، ويكون هي القناة السباقة، نسأل الله أن يديمها ويوفقها لما فيه الخير والصلاح والنجاح. الله يحفظك. شيخنا العزيز، اللي تحكي لنا نبذة مختصرة عن هذه العشيرة وعن عراقتها وعن جذورها. العشيرة هذه عشيرة عريقة، وهي تنطلق من أمارة بني حسن، قبيلة الثراون، عشيرة العرابدة. لها مواقف جهادية في ثورة العشرين والجهاد الكفائي في الغزوات الإسلامية منذ انطلق الإسلام، وحيث أنه امتدت هذه المواقف إلى الفتوى الجهادية. حياك الله. الله يحفظك شيخ، ممنون، شكرا لك. شيخنا العزيز، أريد أعرف الفترة هاي السوشيال ميديا وهذا الانترنت وغيره وغيره أثر على الشباب؟ بعد أكو استقبال للشباب يجون المضايف يتعلمون المضايف، لو انتهت هاي السالفة يعني؟ نحمد الله ونشكره إنه الشباب وعي، وشباب مثقف وحامل شهادات، وشباب يعني في مسيرة حافلة بالأمور العشائرية والفهم، حيث أنه انطلقت منه ثلة في الجهاد وثلة كبيرة في المواقف الجهادية دفاعا عن المذهب والوطن واسم العراق. شيخنا العزيز، احنا عندنا علم طبعا للامانه، ابنه انت مضحي باحد ولدك يمكن بالحشد الشعبي. نعم، الله يرحمه شهدائنا جميعا. ولدي احد شهداء الحشد، وهو في 18 من عمره، عرفت، اللي ضحى في دمه ونال الشهاده ويستاهل الشهاده، وانا يكون فخورا بهذا، عرفت، المجد. هاي مفخرة إن كنا، طبعا مفخرة إن كنا، ولكل العشيرة ولكل الوطن العربي، وخاصة العراق والمذهب الجعفري الشيعي الإسلامي. شيخنا العزيز، الله يحفظك ويوفقك. قل لي سؤال آخر هم من ضمن العشيرة، قل لي بالنسبة للمبادئ اللي كنا عايشين عليها، مثلا احنا الريفيين، يعني بعد لحد الآن موجودة يا ترى؟ إن شاء الله موجودة، ولكن هي تطورت وأخذت حيز يعني كبير بالفهم والمعرفة والإصالة والتآخي، وإن شاء الله هذه تكون ثلة يعني متفهمة من الشباب. حياك الله. ابن العزيز، الله يعزك ويحفظك. بالنسبه للشيوخ قبل عندهم قانون، يعني عندهم مثلا نقول قانون ثابت، هم يأمرون وينهون، يا ترى لحد الان الوضع على حقيقته؟ ان شاء الله هذا القانون، ولكن القانون تغير، لانه اكو قبل مثلا نريد نقول فد امر عرفي يعني صارم قوي، فهذا الامر العرفي تبدل ان شاء الله بالتفاهم والمعرفه، واليوم اصبح اليوم الشباب حملت شهادات وحملت، عرفتها بمواقف متفهمة لهذا الأمر. حياك الله، الله يحفظك، الله يعزك. أنا أتشرف بالسيد سيد أحمد الرفيشي، أتشرف بالسيد أعزائي، فاصل ونعود. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم بعد الفاصل. شيخنا العزيز، الله يحفظك، الله يوفقك، نريد الثانية مال عشيرتكم، تنطينا ثانية. أولا السواني أصبحت سواني قانونية ومحترف بها بالقانون والسنان العشائرية، ولها ردود، حيث إذا كان تجاوز من طرف على طرف أكو بها سواني مثبتة، والسواني تشتغل بالقانون، وحيث بالمحاكم تشتغل. اليوم تعتبر
دستور الله يحفظك. للعشائر العريقة، الله يعزك. ونلتزم بها ونحييها. واليوم إن شاء الله هي أسوة عرفت بالقوانين العرفية والوضعية والجنائية. زين شيخ العزيز الله يحفظك، اريد تذكر لنا مفاوضات مثل اصلاح ذات البين 1 2 3. نعم، هاي العشائر اليوم تقوم بمفاوضات ذات صلة بالمواقف عرفتها العشائرية وحلول النزاعات، وحيث يستمر بها العشائر ويعتمد عليها القانون أصبح اليوم ويشتغل بها على مبدأ العشائر. الله يحفظك ويعزك ويديمك، الله يوفقك. زين قل لي بالنسبة لعلاقتكم العلاقة مالتكم الفصل بالمرجعية، يعني شلون؟ نعم، الفصل مالتكم شلون بالمرجعية؟ العشائر تشتغل بوثيقة بالتوجيهات المرجعية ولا تختلف عنها، وهذا يكون هذا شرف إن لما احنا نمثل عرفتها بأوامر المرجعية ونمتثل بها، وعشائرنا أيضا ملتزمة بها هذه القوانين من قبل المرجعية، ونتشرف بها وتكون هي السباقة بالحلول العشائرية. الله يوفقك. نسأل الله أن نتوفق بها. الله يحفظك. اريدك تعد لنا كم من رجال الاماره، هاي من رجالها، يعني هاي الاماره اماره بني حسن، وهي اماره عريقه ولها جذور ولها ايضا امراء، ومن ضمن امرائها الشيخ الامير حسين علي المحمد امير اماره بني حسن، حياك الله. الله يحفظك. وشيخ القبيله الشيخ عبد الوهاب عمران الرطان، وشيخ العشيره الشيخ كاظم موسى آل عبد الحسن شيخ عشيرة العرابدة العام، وهو اليوم يتمثل ويتلقب باسم زعيم عشيرة العرابدة. الله يحفظك، إن شاء الله تدوم الزعامة ويدوم هذا الجو اللطيف. أنا أشوف حضرة مضيفكم متروس بالرجال متروس بالشباب. الله يوفقك. أسأل الله يكون هو عرفتها محل الضيافة، ويكون هو عرف في خدمة الضيوف العريقة العشائرية الكريمة. شيخنا العزيز الله يحفظك ويديمك، طبعا اريد كلمه اخيره لجمهورك اللي تسمعك الناس، واحنا نشكرك على حسن الضيافه والاستقبال. نسال الله يكون عشيرتنا عريقه وعشيرتنا عرفت متمثله بهذه القيم، وتكون هي في خدمه وطنها ومذهبها واسمها ومضحيه، وايضا هي مضحيه ولها مواقف مشرفه ولها شهداء انطت في ثوره العشرين. الله يحفظك. والانتفاضه الشعبانيه وكافه الانتفاضات، ومنها عرفتها بالفتوى المرجعيه الذي هي انطلقت بها من قبل السيد علي السيستاني دام الله ظله. اشكرك شيخنا العزيز، الله يحفظك ويعزك ويديمك. أعزائي المشاهدين، أحبائي المشاهدين، لا نقول وداعا بل نقول إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج أهل الكرم ومضيف جديد إن شاء الله. تقبلوا تحياتي مقدم البرنامج أبو سيف العويسي، وتقبلوا أجمل تحيات كادر البرنامج. مع السلامة. أتشرف بالبرنامج واللقاء والقناة أيضا.